السلام عليكم. اكتر حاجة ممكن تهدمك انك تستنى التقدير من الناس الغلط او تستنى التقدير عموما. عايز اقولك على حاجة بسيطة. في اوقات كتير انت ممكن تكون بتتعب في شغلك في حياتك الزوجية مع اهلك، وفي ناس كتير جدا منهم ممكن ما يقدروش دوت ولا حتى يقولوا لك كلمة شكرا. الناس دي ممكن تكون غلطانة لان الحاجة دي بتحفزك وبتخليك تقدر تكمل. بس انا عايز اقولك على حاجة. لو كان المحفز بتاعك من مديرك مش من نفسك، لو كان المحفز بتاعك من اهلك من كلامهم الحلو ليك، مش نابع من جواك انت، صدقني انت كده عمرك ما هتقدر تنجح بشكل مطلق. عارف ليه؟ لان بمنتهى البساطة اللي بيعمل حاجة ما بيستناش تقدير من حد. تعبك ومجهودك النهاردة وسهرك ومعاناتك اللي محدش ممكن يبقى حاسس بيها ممكن تبقى سبب رئيسي في ان ربنا سبحانه وتعالى يجازيك خير بكرة. عشان كده ما تستناش تقدير من حد، وافهم ان قيمتك انت اللي بتشوفها جوه نفسك، مش حد هيجي يشاور لك عليها. انت صاحب القيمة مش حد تاني. عشان كده بمنتهى البساطة ما تستناش تقدير من حد، عشان لو ما جاش انت هتبقى زعلان، ولو جه خير وبركة مش خسرانين حاجة. ولكن اوعى تستنى تقدير من حد تماما، عشان خاطر التعاسة الحقيقية في انك تبقى فاهم ان انت هتتقدر وما تتقدرش. فساعتها هتعلى بسقف التوقعات بتاعتك لفوق، وفي الاخر مش هيحصل اللي انت كنت مستنيه واللي عقلك بيرتبه. فساعتها هتتصدم وهتبقى بتحمل مشاعر مش كويسة تجاه الناس دي، رغم ان هم ممكن يكون بسبب قلة خبرتهم او ايا كان مشاغلهم في الحياة، ممكن يكونوا نسيوا ان هم يفتكروا دورك في حياتهم عامل ازاي. عشان كده قيمتك جواك، ما تستناش تقدير من حد. انت صاحب القيمة مش هو. لو ما اشتركتش في القناة، انضم لعيلة مسجز وز ادري دلوقتي، عشان خاطر ان شاء الله باذن الله عايزين نقدر ان احنا نوصل ل 1000 سبسكرايب على اليوتيوب. وما تنساش تعمل لايك وكومنت، الحاجات دي بتفرق جدا في انتشار المحتوى. انا محمود ادري، وما تنساش شعارنا: خلي الرسالة توصل لك، خليها توصل للعالم. اشوفك الفيديو اللي جاي.